يمكن الغرب النهارده أقوى مننا علميا وتكنولوجيا، لكن فكرة إن مفيش علماء مسلمين مؤثرين بتنهار أول ما نربط إنجازاتهم بحياتنا اليومية ونرجع بالتاريخ لأصل الأشياء. الكاميرا اللي في موبايلك، أدوات الجراحة اللي في غرفة العمليات، طرق قياس الأرض ورسم الخرائط، كل ده ليه جذور واضحة في التراث العربي العلمي الإسلامي اللي ازدهر ما بين القرن الثامن والسادس عشر الميلادي، وانتقل عبر الترجمة لأوروبا وساهم بشكل كبير ومؤثر في موجات النهضة المعرفية هناك. العالم اللي احنا عايشين فيه النهارده ما كانش هيبقى بالشكل ده من غير اسهامات العلماء العرب المسلمين اللي اسسوا الرياضيات والفلك والطب والكيمياء والهندسه، ولولاهم كان العلم والتكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها النهارده اتاخروا مئات السنين. ومن بين العلماء اللي غيروا شكل الحضاره بيجي اسم ابو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي كنموذج حي على ده، مش بس لانه اسس ملامح علم الجبر، ولكن كمان لانه قدم للعالم فكره الاجراءات الحسابيه المرتبه اللي بنسميها النهارده الخوارزميات، والاسم نفسه جاي من نطق اسمه باللاتيني الوجوريتمي.